السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم اعزائي المتتبعين، لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد اللي غنشاركو معكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم. وبغيت نشارك معكم واحد الاكله، هي اكله طبعا اسبانيه معروفه بزاف في اسبانيا، واللي تسموها كراميلس ريجينوس. وجيت دابا نقدمكم ان شاء الله يا ربي انغريدينتيس ديال هاد الاكله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها، وصراحه كتجي واعره ولذيذه. وعلى بركه الله نقدموا انغريدينتيس. المهم كنحتاجوا عندي هنا البصل، عندي هنا بصله كبيره غسلتها وقطعتها. هاد البصله ماشي نقسمها على مرتين. عندي هنايا الربيع، عندي القزبور، وعندي المعدنوس، وعندي هنايا الثوم مقطعته صغيره صغيره. وعندي هنا الزيت تا هو باش نقسمه على مرتين، سنوريكم كيفاش غادي نعدله. وعندي هنا الإقامة، عندي هنا كتره كبيره ديال الفلفل ماشي عامره بزاف، حتى هي عاد غنقسمها على جوج. وعندي هنايا كتره صغيره ديال الملح، وعندي هنا شويه ديال الابزار مطحون، وشويه ديال الابزار اخر ديك اللي كيجي شويه تا هو مطحون ولكن كيجي غليظ في الانوال، هو نقربكم تشوفوه. وعندي هنا 4 ديال العواد اللي باش نشد بهم ديك الكراميل. وعندي هنا بصله، عندي هنا بصله هذه كيقولوا لهما سيبوجيتا، ديك البصل اللي كتجيب هي والقشره ديال هاد البصله، عندي حتى هي مغسوله ومقطعه. وعندي هنا 4 ديال الكراميليس ديك الكبار اللي باش نعمرو، هانتوما اللي باش نعمرو. وعندي هنايا قنبه، عندي هنايا قنبه مقطعه صغيره صغيره. وعندي هنايا واحد بيضه حتى هي غنقطعها في الاخر. وعندي هنايا هادو ديك الريوس ديال الكراميل، وديك الاجنحه ديالهم حتى هما غسلتهم وقطعتهم باش نعملوا الريجينو التعميره ديال هاد الكراميل. وعندي هنايا لانغوستينو، هذه لانغوستينو عندي مغسول عادي نقشرو. وديك الريوز ديالو عادي نغليهم، المهم غنطيبهم ونحمل الماء. نتوما غادي تشوفوا الطريقه باش ديك الماء ديالهم اللي غادي نسقي به كراميل. وهاد كامبا باش نقطع هاد لانغوستينو الكبير باش نقطعو. كاين الناس اللي كيعملوا ديك ميرلوسا ديك الحوت الابيض، لكن انا عملت هذا كبير. ودابا صافي باش نمشيو، هما الطنجره ديالي عندي هنا في غادي نعمل البصله طيب، ولا في انا ديك البصله الصغيره حتى هي طيب. وخليكم معايا وتبعوا معايا المقادير. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا ضفت ديك البصله، درت الطيب، درت الزيت، وهي ديك السيبوجي حتى هي في هاد الطنجره الصغيره باش نعمل ديك الريز القنبه. وعادي نعمل شويه د الملح وشويه د الابزار وشويه د الفلفل. وهنا البصله غنخليها طيب حتى طيب مزيان. ديك الساعه غنقسمها شويه، عادي نحيدو التعميره ديال الكراميل، وشويه غنخليها في الطنجره باش نهار اللي نعمل كراميل كنزلو على ديك البصل اللي غادي تبقى لي. اجي تشوف معايا، ها انا قشرت ديك لانغوستينو، هو دابا غنقطعو صغير صغير. وها هما ديال القشره ديال الكامبا باش نعمل على ديك سيبوجيتا، ونعمل اللي قامه اللي قلتلكم. ومن بعد نضيف لها شويه د الماء سخونين وغنخليها. وديك الماء هادوك الماء اللي انا باش نسقي بهم كراميليس. هانتوما اعزائي المتتبعين، هذيك البصله انا
قليتها ونقصت منها. هي نقصت منها في الطبسيل. هذه اللي باش نعمل في الكراميل، وهذه باش نعمل بها التعميره ديال الكراميل. وهذيك ريوز الجامبا انا عملت في تيبو، ودابا عملت لهم المرق باش نخلي صافي يطيبوا مزيان ويغليو بهذاك المرق ديال قشره الجامبا، هما اللي نمرق بهم كراميل ديالنا. صافي عملت الفلفل الحمار، عملت شويه ديال الابصار والملحه. دابا غيغلي باش كل ما غلى كل ما طلق المذاق ديال الجامبا. دابا غادي نمشيو نكملوا المقادير ديال تعمير الكراميل. المهم اعزائي المتتبعين، كما كتشوفوا انا ضفت على ديك البصله اللي بقات لي، ضفت الثوم والربيع، ومن بعد ضفت ديك الريوسه ديال الكراميل، ومن بعد لاغوستينو، ومن بعد الجامبا. ودابا غادي نضيف اللقامه وصافي نخليهم يتعرقوا شويه ومن بعد نعمر كراميل ديالي. المهم كراميل ما تعمروهش بزاف حتى من فوق، لانه ملي كيطيب كيتنفخ يخرج هذيك التعمير ديالو. وها هو الكالدو اللي عملت باش نسقي به الكراميل حتى الاخر، وتشوفوا معايا كيفاش غادي يبقى. ودابا غنحط القامه ونخلي نبداو نجيبو، ومن بعد نقطع له ديك البيضه. نقطع واحد البيضه طيبتها في الماء وعادي نقطعها وصافي. ساعه نطفيلو حيتاش باقي غيطيب. النهار اللي غنعمر الكراميل عاد نرجعو يطيب، غيبقى يطيب. هانتوما اعزائي المتتبعين، هيا التعمير ديال الكراميل طاب. دابا غنطفيلو وغادي نقطع له ديك البيضه وغادي نعمر كراميل. ملي غنعمر غادي نشدو باش ما يخرج لي شي تعميره، غنشدو بديك العود اللي وريتكم. انا قطعت البيضه، دابا غنحركو نخلطهم مزيان وغادي نبدا نعمر كراميل. هانتوما اعزائي المتتبعين، ها انا كراميل ديال عمرته. خليت شويه الخوان فوقي على حسب اللي عايز يتنفخ. ها هو ديك العود، شوفوا كيفاش شديتو، عملت له غرزه بحال اللي غتشد شي طرف ديال الثوب باش ما يخرج لنا شي. صافي بقات لي شويه د القامه اللي عمرت بها، شويه د التعميره. هذه من النهار اللي غنحطو في الطنجره ديك الساعه اللي غنضيف عليه مع ديك المرق. وهي ديك البصله اللي حيت، هاد البصله دابا باش نحطها في الطنجره من نفس الطنجره اللي عملت فيها التعميره. غادي نفرشها في ديك الطنجره وعادي نحط عليها كراميل وعادي نزيد عليه الماء. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، انا ديك البصله انا فرشتها وعملت فوق منها كراميل معمر. دابا باش نعمل ديك الكالدو اللي عملت الكامبا حتى نغطيه، خصو يتغطى، ومن بعد غنضيف له ديك التعميره اللي شدت ليه. صافي غنخليه يطيب تقريبا نص ساعه. صراحه الله جا غزال بنين. نتوما كتعرفوا الحوت زعما الصراحه جا غزال لذيذ. ما تنساوش تجربوه، ضروري الا جربتوه عندكم ما تشدوهش، لان ديك التعميره كامله غتخرجكم. كما كتشوفوا اعزائي المتتبعين، انا ضفت له ديك الماء ديال الجامبا اللي سلقت بهم ريوز الجامبا والبصل وشويه ديال القامه. دابا صافي انا غادي نحط له ديك التعمير اللي بقى لي وغادي نقصلو ونغطيه ونخليه يطيب صافي حتى يطيب. صاي نوريكم كيفاش كيعيش. صافي انا ضفت له ديك التعميره اللي بقات لي. دابا نقصلو العافيه وماش نخليه يطيب. ايوا بصحتكم وراحتكم اللي بغات تجربوا. اكله معروفه في اسبانيا، معروفه جدا. هذه ملي كتكون عندهم الاعياد ديالهم كيعدلوها. ملي كنت كنحضر انا معاهم الاعياد ديالهم، على حسب كنكون خدامه ولا شي حاجه معاهم، كانوا كيعدلوها وتعلمت من عندهم. انا منهم تعلمت بزاف د الاكلات، تعلمت معاهم. كما كتشوفوا اعزائي المتتبعين، حنا رجعنا معكم. صافي قربنا نهايه الفيديو. ها هو كراميل ديالنا طاب
وتشوفاش كيفاش جا ديك المرق صافي شربو. مبقاش خليت شويه ديال المرق باش نغرفو ونحط شويه ديال المرق. وانا غادي نقطعو معكم باش تشوفوا من الداخل ديالو كيفاش كيبقى. انا غرفت واحد باش نوريكم كيفاش كيبقى. شويه المريقات هانتوما اعزائي المتتبعين، شفتوا كيفاش كيبقى معمر من داخل. الصراحه جا شهوه منه، لا مذاقا ولا حتى المنظر ديالو كيبان واعر. ايوا كنتمنىكم البنات، كنتمنىكم تابونوا معايا في القناه ديالي فضلا وليس امرا، وشاركت معكم هذا الفيديو من بنيدور مدينة إسبانية. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.